السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا جاي أتكلم النهارده في موضوع حساس شوية، ولكن لابد إن أنا أتكلم فيه، لأن كتير منا مَر بيه، أو سمعنا عن حد مَر بيه، أو شُفنا حد بيمُر بيه، ولأن إحنا كلنا لينا حد بنحبه وبنعزّه، وفي ناس في مكانٍ ما برضه بتحبنا وبتعزّنا. أنا جاي أتكلم من هذا المنطلق. أنا هاتكلم النهارده عن الsuicide أو الانتحار، بس مش بالطريقة التقليدية اللي إحنا متعودين عليها كعَرَض لمرض. والنهارده أنا مش هاتكلم عن حدث أو حاجة معيّنة أو شخص معيّن بعينه، هاتكلم عنه كظاهرة، كphenomenon زي ما بدأ الاتجاه النظر إليه اتغيّر، إن هو بدأ يتدرس على إنه phenomenology. إن شاء الله هاحاول أكون مراعي على قد ما أقدر، وهاحاول على قد ما أقدر ما تستخدمش مصطلحات تقيلة أو مش ظريفة. لو في حاجة أنا حابب إن حد يعرفها الcitations أو المراجع هاحطها كلّها تحت في الفيديو، ولو في حاجة معيّنة محتاجة مصطلح إنجليزي أو نظرية أو اسم نظرية أو حاجة، أنا هاحطه على الشاشة تحت بملخص عنها كده. لا شك في إن معدلات الانتحار سواء كان ideation إن حد يفكّر فيه بطريقة جدية، أو إن هو يcommit suicide أو إن هو يرتكب ضرر جسيم مميت لنفسه، زاد جدًا بعد الكورونا بالذات لأسباب كتيرة جدًا، بس مش ده موضوعنا النهارده. موضوعنا النهارده إن دي فعلًا حاجة إحنا لازم نتكلم فيها، حاجة إحنا لازم نعرفها، حاجة إحنا لازم نقدر نrecognize نعرفها فينا أو في الناس اللي حوالينا قبل ما يكون الوقت اتأخر before it's too late. وأنا حسيت إن ده واجب عليّا إن أنا أتكلم فيه كنوع من أنواع المعرفة، عشان تقدر تفهم نفسك أكتر، وتفهم اللي حواليك أو تفهم صديقك أو صديقتك أو صديقتك أو زميلك أو قرايبك أو حد من قريبك بيمُر بحاجة زي دي، تفهمه أكتر. تعرف إزاي تفهِّم اللي حواليه أكتر، تعرف إن الموضوع مش حاجة تُستدفى. يعني دايمًا لمّا بنوصل خلاص يعني إحنا بنبدأ نفهم بعد ما يكون خلاص الوقت اتأخّر، وغالبًا أحيانًا حتى لو الوقت مش متأخّر، في ناس بتبقى عندها ميل إنها ما تاخدوش على محمل الجدية أو بالجدية اللي المفروض ناخده عليها. أنا مش محضّر script، أنا مش جاي أتكلّم من حاجة rigid أو حاجة صلبة، أنا جاي أتكلّم. أنا قرأت عن الموضوع كتير، حاولت أفهمه وحاولت أستوعبه أكتر، وجاي أتكلّم كده. أنا مش محضّر script معيّن هابُص فيه، فكل اللي هاتكلّم فيه دلوقتي ده عن معرفة أو عن علم ومشاعر صادقة، أنا فعلًا ما فيش حاجة بابُص منها. نبدأ. الانتحار أو الsuicide سواء كان ideation أو commitment اللي هو إن شخص يcommit، دايمًا كان بيتقاس على إنه عَرَض لمرض، عَرَض لاكتئاب، عَرَض للbipolar لمرض ثنائي القطب، ممكن يكون عَرَض من الborderline personality disorder أو اضطراب الشخصية الحدية، ممكن يكون عَرَض في الPTSD اضطراب ما بعد الصدمة أو الCPTSD. ولكن في حين إن ده حاجة يعني مهمة إحصائيًا، لكنها غير مهمة إكلينيكيًا، لإن مش لازم كل شخص بيفكّر في الشيء ده أو commit للشيء ده إنه يكون عنده اضطراب نفسي سريري. فالاتجاه بقى ناحية إحنا عايزين نفهمه كظاهرة، هي إيه الأشياء اللي إحنا نقدر نلاحظها أو نشوفها أو نبقى واعيين بيها اللي تخلّينا نبقى عارفين إن الشخص ده ممكن يكون بيفكّر في الموضوع ده. هم كذا حاجة، وهاقول أسامي النظريات. أول حاجة هاسيبها على الشاشة أو ممكن نشوفها في المراجع، بس هو أول حاجة ومن أهم الحاجات ثلاثية كده. أول حاجة فيهم هي الperceived burdensomeness، يعني إن الشخص حاسس إن هو عبء على اللي حواليه. إحنا كلنا أحيانًا بنحس إن إحنا عبء على اللي حوالينا، ولكن بيكون الإحساس عنده قوي وشديد لدرجة إن هو مع الوقت بيبدأ يحس إن الدنيا أو غيابه عن الناس اللي حواليه هيكون أحسن ليهم وأحسن ليه، عشان ما عادش هيحس بالشعور ده. سواء كان ده حقيقة أو لأ، طبعًا هو ما بيبقاش حقيقة كده، هو بيتهيأ له إن دي حقيقة. إحنا المفروض لمّا نحس بحاجة زي دي أو نلاحظ حاجة زي دي، إحنا لازم نكون معرّفينه إن أنت مش بالتُقل اللي أنت متخيّل إن نَفْسك عليه. كُلّنا بنكون تُقال في أحيان كثيرة، أنا بابقى تقيل، أنت بتبقى تقيل، عادي. الحياة كده، شوية خفيف، شوية تقيل، بس الوعي بتاعه للشيء بيكون أكبر من حجمه بكتير. تاني حاجة الthwarted belongingness، يعني شعور بالانتماء مُحبِط، اللي هو الalienation، حاسس إن هو فضائي وسط الناس دي، مش عارف يfit in، مش عارف يبقى وسطهم، سواء هو حاول وبيفشل أو هو ببساطة مش عارف يشوف نَفْسه زي اللي قدّامه، مش عارف يحس إن هو في علاقة متجانسة معاهم. من أحد أكتر الكُتب أو الروايات أو القصص اللي تقدر توصّل لك الحاجتين دول كويس أوي لو أنت مش عارف تفهم كلامي، هي رواية metamorphosis أو الانمساخ بتاعة كافكا.
يعني هي لمست الجانب ده بشكل كبير جدًا، لدرجة إن أنا عشان أفهم الكلام ده أنا قرأتها كلّها عشان أقدر أفهم شعور الناس دي عامل إزاي. وحقيقي أتمنى من أي حد شاف ده في نَفْسه أو في حد حواليه يقرأها، لإن أنت على الأقل هتبقى عارف إن في شخص ما في مكانٍ ما حَس بحاجة شبه اللي أنت حاسس بيها دي، ولو أنت شُفت حد حاسس إن هو كده، أنت تقدر تفهمه أكتر. إحنا بنconnect مع بعض كده بالsympathy بالunderstanding بالفهم. تالت حاجة acquired capability of harm. يعني إيه؟ acquired capability طبعًا غير إن هي يبقى عنده access لحاجة خطيرة أو عندها access لحاجة خطيرة أو كده، هي هنا مش معناها كده بالضبط. طبعًا إحنا الغريزة البشرية البقاء، نقطة. كون إن شخص يُقدم على إنه يكسر الغريزة دي، دي معناه إن في حاجة جديدة حاصلة أو حصلت، إنها تقدر تتغلب على الغريزة دي. الacquired capability اللي هي القدرة إن هو يقدر يعمل كده في نفسه أو تقدر تعمل كده في نفسها، بتيجي من التعرُّض المتكرر، يا إما للصدمات أو traumas اللي هو مرّيت بيها، فبتقلل الحد بتاع الألم بتاعه. طبعًا إحنا عقلنا بيشوف الألم الجسدي والألم النفسي في نفس المكان، نفس الشيء. فلو هو بيتعرّض للصدمة أو اللي هي مرّت أو هو مَر بيها بطريقة متكررة، الthreshold بيقعد يقل، بيقعد يقل، يقل، يقل. مش كده بس، ممكن يكون موجود مع ناس برضه بيفكّروا في الموضوع ده، في الsuicide أو في إن هم ينهوا حياتهم. الألم البدني لو هو بيمارس حاجة بدنية عنيفة، برضه اللي فيها ألم متكرر، سواء زي الرياضات العنيفة بقى، الرugby، كرة القدم الأمريكية، مصارعة، جيوجيتسو، MMA، boxing، برضه بتقلل الthreshold بتاعة الألم، بيقل درجة الsensitivity بتاعته للألم، تقعد تقل لحد اللي هو لو كسره خلاص الكفة ساعتها بترجح في جانب عكس الغريزة، إن هو خلاص. برضه من الحاجات اللي تعتبر acquired التعرُّض المتكرر للعمليات الجراحية أو الطبية، عمليات جراحية كتير، لإن برضه عملية جراحية ده فيها بني آدم بي حتى لو تحت تخدير، فيها مشرط وفيها sedation وفيها risk إن هو ممكن يموت أو هي ممكن تموت بعد الشر يعني. دي برضه بتقلل الthreshold اللي هو لو قل لدرجة معيّنة فخلاص الغريزة ما عادتش هتبقى هي الحاجة الكفة الراجحة، غريزة البقاء. وفي الحاجات المنطقية اللي كل الناس تقدر تفكّر فيها، طبعًا الكلام ده مهم، بس الكلام المهم برضه إن هو ما يبقاش عنده أو ما تبقاش عندها سكاكين، مسدس لو هو راجل، اللي هو يبقى عنده access لحاجة يأذي نَفْسه بيها. والأذى اللي هو خلاص نهائي. في عوامل كده بتحصل في النُص كتير، مش لازم يكون حاجات اللي إحنا بنقول عليها دي، بس ممكن تساهم زي الأوضاع الاقتصادية، الدين أو القرض، إن أنا أتدين من حد أو القروض. بصفة عامة الوضع الاجتماعي بيحُط stress بيولوجي كبير على البني آدم، الstress النفسي بسبب الشغل أو العلاقات أو ما إلى غير ذلك. هتقول لي كلنا بنمُر بstress في شغلنا وعلاقاتنا، ده طبيعي حقيقي، بس أنت بتبُص للموضوع نظرة شمولية، كل حاجة مع بعض. طبعًا ما فيش حد الstress بيهزم غريزته إلا لو كان معاه حاجات تانية كتير. طيب إحنا قُلنا وأكرر تاني، إحنا ما عدناش بنبُص للموضوع ده على إنه مجرد عرض لمرض، في حين إن ده مهم إحصائيًا، ألا إنه مش مهم إكلينيكيًا لمّا نيجي نبُص لcase by case لشخص وشخص. لو شخص عنده اكتئاب اللي هو الunipolar depression، كنا زمان بنقعد نبُص الذكر أكتر، how hopeless he is، انعدام الأمل عنده عامل إزاي، شدة الاكتئاب، هل هو اكتئاب سرير لدرجة إن هو مش بيقوم من السرير. كنا بنبُص للكلام ده وبنقعد نحسب score وكده، بس ما عادش ده الاتجاه اللي إحنا بنبُص عليه. طيب إحنا عايزين نعرف إيه هي السلوكيات المعينة إن إحنا نلاحظها في الناس، سواء كان الطبيعية أو المريضة، اللي إحنا نعرف إن الشخص ده، سواء أنت اللي بتعاني من كده لازم أدوّر على مساعدة، أو لو هو حد عزيز عليك أو حد عزيزة عليكِ نساعده أو ندوّر له على حد يساعده، أو لو حتى شخص غريب. إحنا كلنا في الكرة الأرضية دي عشان حاجة واحدة بس، إن إحنا نبقى أحسن. ده بالنسبة لمرض الunipolar depression زي ما قُلت. بعد فترة طويلة من إن هو بيحاول يتواصل معانا أو مع الأشخاص اللي حواليه، إن هو يائس، مُحبَط، مش قادر، مش عارف يبقى كويس، بتلاقيه فجأة بقى كويس. فجأة كده تلاقيه كويس، غريبة. أنت ومعظم الناس وأنا ممكن نفكّر إن هو اتحسّن فعلًا، ولكن هو مش بالضرورة يكون اتحسّن، هو ممكن يكون لإن الألم النفسي اللي موجود عند مريض الاكتئاب بيكون، أو المريض الاكتئاب بالتحديد اللي هو بيتأمل فكرة إن هو ينهي حياته، بيكون ألم شديد ناجم عن tension عنيف بين رغبته في إن هو يكمل حياته وخوفه من المستقبل. الألم ده شديد عليه، فالtension ده بيقعد يملي قدرته الاستيعابية والتنفيذية والعقلية والنفسية
لدرجة إن المفروض إن إحنا جوّه نكون flexible، ما عادش يبقى في flexibility، لإن المكان كلّه اتملى بtension بس فظيع بسبب الdissonance ده، الdissonance اللي بين كون إن هو مش عارف بُكرة في إيه، والألم الشديد والقلق من المستقبل، وكون إن هو عايز يكمّل حياته. فلمّا الtension ده بيخف مرّة واحدة، لمّا هو يقرر خلاص أنا هانهي حياتي، إن هو خلاص أنا مش شايف، أنا اتحبست، مش شايف أمل، أنا عايز أنهي حياتي، الtension بيروح بكل بساطة، لإن القلق من المستقبل والuncertainty اللي في المستقبل راحت، ما عادش في tension جوّه، وبالتالي هو متطلّع للوقت اللي هو هيعمل فيه كده، عشان ساعتها ده هيروح والألم هيروح، لو أنا مش موجود مش هاحس بالألم ده، وده سلوك لازم ناخد بالنا منه. وبرضه الناس اللي بتعاني من اكتئاب سريري شديد لو بدأت تاخد علاج، إحنا لازم نكون عارفين إن في حاجة اسمها paradoxical suicide، إن هو لمّا بيبدأ يتحسن على العلاج الدوائي، بدأ يتحسن على العلاج الدوائي، بيبدأ يبقى عنده طاقة إن هو يحقق الفكرة اللي في دماغه، اللي هي إيه، أنهي حياتي. دي حاجة ناخد بالنا منها، أي حد عنده اكتئاب سريري سواء هو فجأة بقى كويس بدون سبب، إحنا نخاف جدًا، وسواء كان عنده اكتئاب شديد جدًا، جدًا، جدًا ومش بيقوم من السرير وبدأ ياخد علاج دوائي، ناخد بالنا جدًا من الفترة دي، أول أسبوعين، 3 شهر لحد ما الدوا بيشتغل غالبًا بعد فترة، بعد 3 أسابيع أو شهر. دي الفترة اللي ممكن يعمل فيها حاجة، لإنه خلاص بقى عنده طاقة بدنية إن هو يعمل كده. تاني حاجة سلوك ناخد بالنا منه وبيكون موجود في مرضى الbipolar disorder، bipolar 1 أو 2 disorder، بالتحديد bipolar 1 أو مرض ثنائي القطب أو اضطراب وجداني ثنائي القطب، وهو حاجة اسمها agitated dysphoria. dysphoria يعني مش عارف يعيش بسعادة، agitated يعني مهتاج. طبعًا زي ما قُلنا في جزء من الbipolar بيبقى فيه اكتئاب، برضه ممكن يتطبّق عليه الكلام اللي قُلناه قبل كده. ولكن الحاجة اللي ناخد بالنا منها، وده الحاجة المختلفة والdistinct ما بينه وما بين اللي قبله، هي الagitated dysphoria زي ما قُلنا، هي الtension العنيف ما بين طاقة وضع وحركة كبيرة أوي في جسمه وunbearable emotional pain، في ألم شديد نفسي وعاطفي وعقلي جوّاه، مش عارف يعمل فيه إيه، في نفس الوقت هو مش قادر يعني مش عارف يقعد في مش عارف أعمل إيه، في طاقة كتيرة جوّاه، طاقة كتيرة هيودّيها فين؟ مع الوقت بيعدّي وبيحاول يعمل حاجة تخلّيه يحس بنوع من أنواع الرضا، نوع من أنواع الراحة reward، فبيحاول يروح ناحية تصرفات هي impulsive، ودي الكلمة المفتاحية هنا، تصرفات اندفاعية، ولكن هو بيحاول يحس بأي نوع من أنواع الreward، أي نوع من أنواع إن هو يبقى مبسوط شوية، ولمّا يجرّب مرّة و2 و3 و4 و5 وما يعرفش، فجأة بيبقى عنده يعني حاجة فسيولوجية لإن هو يرتاح، أنا عايز أرتاح، هو مش عارف أودّي الطاقة دي فين، مش عارف أودّي الألم ده كلّه فين، مش عارف يوصّله لحد، مش عارف يعمل إيه. ده مدموج الاندفاعية اللي موجودة في المانيا أو الاكتئاب بتاع الbipolar اللي معاه أجزاء من المانيا اللي هي الطاقة الكتيرة، فبيبقى عامل زي اللي هو مش عارف أعمل إيه، فدي حاجة فسيولوجية بالنسبة له، الراحة بالنسبة له حاجة فسيولوجية. بينهي حياته، لإن ما حدش فاهمه، هو مش عارف يعمل إيه برضه، مش عارف يودّي كل الطاقة دي فين، ومش عارف يودّي الألم النفسي والعاطفي ده فين. الحاجة التالتة الborderline personality disorder أو اضطراب الشخصية الحدية، من أكتر الأمراض، مش هاقول عليه مرض، من أكتر الاضطرابات النفسية المفهومة غلط. الborderline، اسم borderline مش عشان أسباب اللي كلنا متخيلينها، هو اسمه borderline لإن هو على الحدود ما بين الpsychosis اللي هو الهلوسة أو الجنون، وعلى النيوروزز اللي هو العصاب، القلق والتوتر وما إلى ذلك. بس هو لا يؤهل إن هو يبقى psychotic اللي هو اضطراب فيه هلاوس، لا يؤهل، ولا يؤهل إن هو يبقى اضطراب نسميه اضطراب عصابي اللي هو فيها قلق أو توتر أو ما إلى غير ذلك، اتسمى borderline. والحاجة الأساسية والمحورية فيه وهو الحساسية المفرطة للخوف من الترك، سواء كان حقيقي أو متخيل. الفكرة إن أنا أبقى لوحدي، لو حد borderline ست بالأكتر أو بنت أو ولد، بيبقى بالنسبة له فكرة الترك دي تساوي الموت، لإن هو مش عارف يلاقي هويته، أو هي مش عارفة تلاقي هويتها، وفي نفس الوقت في شعور داخلي جوّه الborderline بالفراغ التام، وشعور مشوّه بالأنا. إزاي أملى كل ده؟ أملى كل ده بالعلاقات، أستمد هويتي من الشخص اللي قدّامي، أملى الفراغ اللي جوايا بالعلاقة دي، فبالتالي بتبقى وزن العلاقة دي بالنسبة لها أو بالنسبة له أو بالنسبة للشخص الborderline دي كل حاجة وزنها تقيل، يعني بالنسبة لها أو بالنسبة له اختفاء الشخص ده من حياتي يعني فقد الهوية، فقد الامتلاء اللي جوايا ده هيروح تاني. حتى تخيُّل الفقد مؤلم كأن حد أطلق قنبلة نووية على هوية الشخص ده. الموضوع بيبقى مؤلم، الtension بين الرغبة في إن
الشخص ده يكون موجود، والخوف من فقده أو تركه ليه سواء كان متخيل أو حقيقي، بيبقى عنيف جدًا وبيعمل emotional pain، ألم نفسي لدرجة إن عشان تحس بنوع من أنواع التسكين، العقل بيدخّل الشخصية دي في نوع من أنواع الdissociation، بينفصل عن الواقع. الانفصال عن الواقع ده في حين إن هو مسكِّن، لإن في نفس الوقت مش حاسس بأي حاجة حواليها أو مش حاسس بأي حاجة حواليه، مش عارف يperceive كل حاجة، بس في نفس الوقت ده ما حلّش المشكلة الأساسية بالنسبة له، الفراغ واضطراب الأنا. أذى النفس في الشخصيات الborderline ده بيكون وسيلة to ground themselves back to reality، يعني هم عايزين يرجّعوا نفسهم للواقع، أو وسيلة إن هم ينهوا الألم ده أو الtension ده. الألم بالنسبة لهم شديد، كل الحاجات اللي اتكلمنا عنها دي حاجات ما حدش يقدر يتخيل قد إيه الحاجات دي مؤلمة. الحاجة الرابعة ودي أنا عايز أتكلم عنها بالتحديد، هي لا تقل أهمية عن الباقيين، ولكن دي فيها أكتر حاجة significant في موضوع الsuicidology، ألا وهي الPTSD أو CPTSD، اضطراب ما بعد الصدمة. طبعًا كلنا عارفين هو إيه. طبعًا إحنا كلنا بنرمي كلمة trauma يمين وشمال كتير يعني، وفي حين إن تسميتها trauma صح، ألا إن PTSD ده الepitome بتاعة الtrauma. أنا هابدأ الكلام في الPTSD ده بشيء فلسفي شوية. ما فيش objective reality، إحنا الreality دي projection للview بتاعنا للعالم. يعني بالتبعية فلسفتي عن العالم بتproject الواقع بتاعي عن العالم. كلنا بنتخلق بmoral compass، ببوصلة أخلاقية، وعندنا ethics وعندنا أخلاقيات وحاجات ما نقدرش يعني دي بالنسبة لنا خطوط حمرا، ما ينفعش نقرّب منها ولا حد يقرّب منها ولا أي حاجة، دي بتشكل جزء كبير من هويتنا، وبالتالي بتشكل جزء كبير من العالم اللي إحنا بنشوفه. لأن العالم بالنسبة لكل الناس مش زي بعض. طيب ماذا لو الأخلاقيات والmorals والبُصّة الأخلاقية دي أنا عملت حاجة مضطرًا إن كسرتها، أو شُفت حد بيعمل حاجة فيّا أو شُفته بيعملها لحد تاني تكسرها، أو فشلت إن أنا أمنع حد يعملها. إحنا كده بنتكلم في هوية. هوية حاجات بالنسبة للشخص ده دي ثوابت، دي ثوابت ما ينفعش، ده ما ينفعش. دي اسمها الmoral injury، الإصابة الأخلاقية، ودي أكتر حاجة يعني significant أنا ممكن أتكلم عنها النهارده. الprobable moral injury أو الإصابة الأخلاقية المحتملة. ليه أنا جاي أتكلم عن دي بالتحديد؟ أولًا إن الPTSD تقريبًا 50% من الناس اللي عندها PTSD وCPTSD حاولت قبل كده إن هي تcommit، بس مش ده بس، لإن مش بالضرورة يكون الشخص متشخّص بحاجة عشان يفكّر في إنه يcommit suicide أو يقتل نفسه ينهي حياته. يعني الprobable moral injury دي لمّا بنيجي نسأل الناس عنها، لو لقينا حاجة حصلت لهم ينطبق عليها وصف الmoral injury ده أو الإصابة الأخلاقية دي، فلأ لازم ناخد بالنا منّه. لإن بالنسبة له كسر الحدود أو الأخلاقيات اللي جوّاه دي هو كسر لصورة العالم اللي قدّامه، لإن قُلنا إن ما فيش حاجة اسمها objective reality بالنسبة لنا، بالنسبة للبشر. كل واحد بيproject معتقداته على العالم، وبالتالي العالم بينعكس عليه على هيئة واقع. فالهجوم على الأخلاقيات بتاعته دي أو الحدود بتاعته دي بالنسبة له كأنها هجوم على الكون، فهو ما عادش أو هي ما عادتش عارفة تشوف العالم أو الكون الشيء اللي هو فعلًا عليه. والموضوع صعب سواء إكلينيكيًا أو إحصائيًا، لإن لو شخص اتعرض لprobable moral injury أو الإصابة الأخلاقية، ففي احتمال أكثر من البني آدم الطبيعي 6 مرات و2/10 إن هو يattempt suicide يعني، ودي حاجة significant، يعني ده من أكتر الحاجات الإحصائية والإكلينيكية واللي إحنا والناس اللي حوالينا ممكن تلاحظها في الشخص، تاخد بالها منه وناخد بالنا منه. الprobable moral injury. وبالنسبة للناس الدين مهم، الدين مهم جدًا، ولكن في حين إن هو فعلًا بيعمل جزء من أجزاء الوقاية النفسية ضد إن الشخص ينهي حياته، ودي حقيقة ما فيش فيها كلام، وبيقوي الmoral compass بتاعتنا أو البوصلة الأخلاقية بتاعتنا، إلا إنه العظة الدينية لشخص فقد كل أمل مش بالضرورة هتجيب نتيجة. وده مش معناها إن هو إنسان لم يمسّه دينه أو الإيمان، ولكن هو مش حاجة كفاية. هو طبعًا الدين مهم، أنا أكرر الدين مهم، ولكن الدين مهم إن هو يكون متأصّل فينا. الشخص اللي فقد كل الرغبة في الحياة وعايز خلاص ينهيها، أنا مش هاجي أحاول أزرع فيه الدين دلوقتي. ليه؟ لإن أنا مش ضامن إن هو الأفكار اللي قالها له دي هيكون بيعنيها فعلًا، لإن هو القابلية النفسية عنده يدوب مش قد كده. فهو حتى لو قُلت له لأ ومش عارف إيه، وقُلت له تعاليم دينه وكذا وكذا، وإن ده ما ينفعش وحرام،
أنا كده باعمل له spiritual bypassing، أنا كده باعمل له forced repression. أنا باغصب عليه إنه يدفن الحاجة اللي بتوجعه دي في عقله اللاواعي من غير ما يواجهها. الspiritual bypassing ده ما هو إلا حاجة transient، حاجة مؤقتة، حاجة مسكنة، لأن هيتعرض تاني للحاجة اللي بتوجعه دي وهتطلع تاني. طب هنعمل إيه وقتها؟ لازم نواجه الحاجة اللي بتوجعنا، ولازم ناخد وقتنا واحنا بنواجه الحاجة اللي بتوجعنا وما نبقاش مستعجلين. الدين مهم، أكرر الدين مهم، الدين مهم، الدين مهم جدا، لكن الدين مهم جدا إن هو يكون عندي وأنا بواجه المشكلة دي، مش أبايباس المشكلة دي يعني وادفنها، لأنها هتطلع وهتطلع بشكل أشرس وأشد. لازم ناخد بالنا. احنا طبعا لازم نأصل معرفتنا بالدين والإيمان جوانا، بس الشخص اللي جاي لك اللي فقد كل أنواع الأمل ده أنا ما ينفعش أفرض عليه أصول الدين دلوقتي. طبعا لازم أفكره بالدين، ولكن لازم هو يواجه الشيء اللي جواه، الشيء الأجونايزنج المؤلم. لازم يتواجه، لازم يتواجه، ولازم نعديه، لأن ده الوحش اللي جواك، ده اللي بياكل جوه، ده اللي كل يوم بيحسسك ان مفيش بكره. لازم نواجهه، ومن اشكال المواجهه بتاعته دي ان احنا دايما بنلاقي في بكره، دايما بيجي بكره بيجي بكره بيجي بكره. فالمعتقد انه مفيش بكره بيضمحل مع الوقت. احيانا المواجهه بتبقى اندورنج، انك تتحمل ده. احيانا اما تتحمله مع الوقت هيعدي، هتبقى احسن او هتبقى احسن. اكيد كلنا لينا ناس عزيزه علينا، واكيد كلنا بنمر بحاجات صعبه. اكيد الوضع مش بالنسبه لاي حد في اي مكان كويس زي ما هو متخيل، بس في نفس الوقت مفيش حاجه برضه بالسوء اللي احنا متخيلينه، ودي حقيقه. للاسف هي حقيقه. انا عارف ان واحنا في وسط عاصفه المشاعر او الحاجه اللي احنا بنعاني منها دي ما بنبقاش متخيلين بكره، بس البكره بيجي، بكره دايما بيجي، بكره الله اعلم بس هيجي، بغض النظر احنا عايزين ده او لا. بس هي الفكره ان احنا نبقى عايزين ده أو لأ. حابب أختم كلامي بإن أنا أتكلم عن سيسيفس، نظرة ألبر كامو عنه. سيسيفس ده تعاقب بإن هو مُجبر كل يوم إن هو يزُق صخرة من قاع الجبل لقمة الجبل، بس في نفس الوقت الصخرة دي هتقع تاني ولازم يطلّعها كل يوم، لازم يطلّعها على قمة الجبل عشان يبقى حُر. بس استغفر الله العظيم، يعني الآلهة الإغريقية ما بتنزّلها تحت، مش بتطلّعها للقمة، أو دي الحكاية باختصار يعني. بس لو فكرنا للوهلة الأولى فدي حاجة تعيسة جدًا. ده سجن، ده نوع من أنواع السجون أو الentrapment. ليه سيسيفس لحد دلوقتي بيحاول يطلّع الصخرة؟ يمكن المعنى في الفعل نفسه، في الdefiance، وكل ما نحن علينا إن إحنا نعمله الحكاية دي، وإن إحنا نتخيل إن سيسيفس يكون سعيد، لإن قمة الحرية هي في عدم الخضوع للظروف اللي إحنا فيها. دايمًا الحرية بتكون مربوطة بالتمرد. ليه إحنا ما نتمردش على كل حاجة حوالينا نفسية تأذينا؟ أنا مش باقول إن دي حاجة سهلة، هي طبعًا صعبة، بس بتحصل، بنعملها وناس بتعملها. أنا مش جاي أطلب من أي حد إن هو يكون بطل. أنا مش بطل، أنا مش بطل. أنا لو كنت بطل حكايتي زي ما كنت متخيل وأنا صغير، أعتقد إن حياتي كانت هتخوض منحنى مختلف عن اللي هي عليه. هي مش حياة وحشة، الحمد لله أنا راضي، بس أنا أعدت تعريف كلمة بطل بالنسبة لنفسي. بالنسبة لي بطل إن هو كانت أكسب وآخد وأعمل وأحقق which is على فكرة يعني ده مش غلط برضه، لكن بالنسبة لي كلمة بطل بقت إن أنا أحاول أبقى أحسن كل يوم، مش الأحسن بالضرورة بس أحسن. أتمرد على الظروف، وأتخيل نفسي سعيد، وأجري ورا الحاجة اللي بتمدني بمعنى، وأدور كل يوم على هويتي، أفكر كل يوم نفسي أنا مين وأنا عايز إيه. في الأول وفي الآخر كل حاجة بنعملها في الحياة دي قرار، وأحيانا بيبقى قرار صعب، بس مش بالضرورة يكون إن هو صعب يبقى هو وحش. أحيانا إحنا هنضطر نتخلى عن حاجات كتير إحنا نفسنا فيها عشان نبقى أحسن، وأحيانا كتير هنتحرم من حاجات نفسنا فيها عشان نبقى أنضج. بس مفيش حاجة في الدنيا دي تستاهل إن إحنا نتخلى عن الحاجة الوحيدة اللي لو إحنا اتخلينا عنها مش هنوصل لأي حاجة نفسنا فيها، الحياة. لحد الموت كل الهزيمة هزيمة نفسية. وشكرا.